لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية يتكتب مانشيت بالخط الهيروغليفي في الجرايد زي جريدة الأخبار، وده بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام بيقول ايه. زي ما انتم شايفين كده قصادكم مكتوب: الرئيس السيسي وزعماء العالم يفتتحون اليوم المتحف المصري الكبير. تحت الهيروغليفي مكتوب اهو الترجمة: رئيس يعني حاكم مصر السيسي مع حكام العالم بيفتتحوا المتحف الكبير النهارده. تحت الصور هتلاقوا مكتوب الترانزليتريشن اللي هي الطريقة المتعارف عليها عالميا للرموز الهيروغليفية، وتحتيه الكتابة بالخط الهيروغليفي وتحتيه القبطي. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام ده بيتنطق ازاي، واحنا دايما بنربط القبطي بالهيروغليفي عشان القبطي هو الخط الوحيد اللي دايما بيكتب التشكيل اللي هي الفاولز، الحروف المتحركة، وكل التفاصيل سواء زمن الافعال او الربط بين الجمل، ادوات الربط او اي حاجة بتبقى موجودة فيه. فده بيخلينا نعرف اقرب نطق ممكن للي كان بيتقال زمان فعلا. اهو الكلام موجود: ابهاك معناها حاكم او رئيس، انكيما معناها مصر، السيسي، من مع نهاك حكام، امبيتو العالم، سنوان سيفتتحوا، بيرمينا المتحف، انويرا الكبير، امباي هراو باي النهارده في اليوم ده. تمام. ممكن اقراها بقى كلها على بعضيها عشان تسمعوا الصوت كان بيتقال ازاي. ابهاكن كيما السيسي من هاكن بيتو سنوان بيرمينا انويرا امباي هراو باي. دي اقرب طريقة كان فعلا اجدادنا كانوا بينطقوا بيها، عشان الخط الهيروغليفي زي ما احنا قلنا عبارة عن سواكن بس، الحروف الساكنة ومفيش حروف متحركة، فاي حد هينطق هيروغليفي من غير ما يرجع للقبطي هيكون النطق بعيد تماما عن النطق اللي كان بيتقال زمان فعلا. واشكركم.